يا عم ده بيغسل أموال. طب أنت عارف يعني إيه بقى جريمة غسيل الأموال في مصر؟ تعالى في الفيديو ده أشرح لك يعني إيه جريمة غسيل الأموال. هو تحويل أو نقل الأموال الناتجة من جرائم غير مشروعة زي الإتجار في المخدرات والسلاح والإتجار في البشر وما شابه ذلك إلى أموال تبدو مشروعة، والهدف والغرض منه إخفاء المصدر الأصلي للأموال، وطبعا ده بيضر بالاقتصاد وبالأمن القومي للبلاد. قانون العقوبات المصري شدد على جرائم غسيل الأموال وحدد لها عقوبات رادعة مثل السجن والسجن المشدد مع وجود غرامة كبيرة، وده بيبقى على حسب نوع القضية وكم المبلغ المراد غسله. والعقوبة هنا بتتحدد على حسب حجم المال المراد غسله. بس جرائم غسيل الأموال ليها عناصر وأركان وليها تفاصيل كتيرة جدا. وطبعا جرائم غسيل الأموال دي من الجرائم الاقتصادية وبتتحاكم في المحكمة الاقتصادية، حدد لها المشرع نوع من المحاكم يسمى المحاكم الاقتصادية للمحاكمات الجنائية بها. لو عندك مشكلة من هذا القبيل لا تتردد في التواصل مع مكاتب المستشار الدكتور هيثم صقر، وثق تماما ان انت جيت في المكان الصح وهنقدر نساعدك.